النقابات ومشاكل الفن وغاز العيادي وما أدراك ما غاز العيادي ما نجمش تكون ثم معناتها معضلة في ميدان الفن وما يكونش غاز العيادي وما له من قيمة وما له من يعني منصب. لا بالحق قيمة فنية وقيمة معناتها ما نجموش نتعداوها. غاز العيادي علاقتك بنقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة؟ والله ما عندي حتى علاقة. ديجا عندك مشكله مع السيد ماهر الهامي؟ لا ما هو يظل يعمل مشكله وحده قاعد كل مره يطلع وحده. ما ندي تتخيل تو نقعد نجاوبوا في بعضنا. لا يمشي يعمل نجوم الغد وزيد يعمل كارير كيما عملت انا. كان هو حكاه على النيفو نتاع الموسيقى. هنا انا نقول لك لا يلزم يعمل اللي عملته انا وبعد نقعد نحكي. هو قال وكنت باش نجاوب وانا لكن اعتذر مني هو الحقيقه. بعث لي باراجراف طويله هاي موجوده عندي وهبطها حتى على الصفحه نتاعو. قال نعتذر وانا غلط ما نعرفش شكون اللي قال له معلومه غلطه وكذا. لا ماهر راهو يجي ولدي في الموسيقى خاطر ماهر يعرف اللي هو فما مره ما نعرفوش انا وقتها بالكدا. كلمني بشير اللقاني قال لي بربي يا غازي راه فما فنان عنده مهرجان قربة ولا مهرجان حاجه هكا. قال لي راهو يحب يغني سلطانه. عندي غنية اسمها سلطانه في حبها سلطانه غنية حلوه ياسر بيتي انا غنيتها وعملها شيخ بها وقتها. قلت له ما نعرفوش بالكدا. قال لي راهو مغروم وراهو يحبك بالكدا وراهو كذا. قلت له ما يسالش مادام يحب يغنيها خليه يغنيها. معناها ما عنديش هنا انا بديت نعرف ماهر. قال لي راهو ماهر الامامي وقتها عرفته فهمت. قلت له لا مش مشكل بالعكس خليه يغني مادام عجبته الغنايه وكذا. من بعد لقيته في النقابه ولا ما لقيتوش انا ما عنديش علاقه بالنقابه الحقيقه. انا مشاكل الفن نعرفهم انا اكثر منه هو لانه انا عندي اكثر منه في المجال الفني وفي الميدان الفني ما فماش واحد يعرف معناها قدنا احنا فهمت. اكيد هو يسبو ما نعرفش اذا كان قاعد يرى في روحه يصلح نقول له برافو كمل. اذا كان يرى في روحه هو يصلح نقول له برافو ويشوف يعمل حساباته شنو اللي يصلح ويعمل هو الكونستا نتاعو. تو احنا فهمنا اللي احنا ما نجم حتى حد يصلح لنا حاجاتنا فهمت. الا كان ما نخفوش احنا بيدينا ما نجمش ماهر يجي يصلح لنا. هو ماهر مازال فنيا مازال ما يعرفش شنو اللي فما في الموسيقى ما يعرفش فما. تعتبر ماهر الهامي دخيل على الفن؟ والله ايش نقول لك يذري انت هكا قلت دخيل يذل انت تعرف اكثر مني انا والله ما عنديش فكره عليه كبيره. دخيل على الفن معناها دخيل على الفن انا ما عندوش تاريخ ما عندوش فيكيو ارتستيك هو ما ثماش يذل ما عندو حاجه تعرفها انت قبل يسبو موسيقي ولا ميوزيسيان ولا شانتور مي معناها ماهوش معروف فهمت. الحقيقه ما عنديش فكره عليه فنيا ما عنديش. هل تعتبر غاز العيادي انه اللي يكون نقيب لازم يكون فنان معروف؟ مش بالاساس. والا لازم يكون عنده قدرات فنيه كبيره باش ينجم يشتغل في الحقل النقابي؟ لا واي في نفس الوقت خاطر زاده باش تكون انت نقيب لازم تكون اونتوري زاده بالدمادم. خاطر هو يقول الكبارات هاو معايا ومع الباقي ما ينيش بهم. ومن بعد وقت اللي سالوه في التلفزه قالوا له شبيك تتكلم وتقول الكبارات ما جاوش وما وقفوش معاكم في الوقفه نتاع مدينه الثقافه وكذا. يا اخي وقتها اللي قال له ايه فما الكبارات ما جاوش قالوا شكون مثلا ما فيها خايبه هي تولا ماهيش باهي. قالوا غازي العيد نسى اللي هو قال قبل مانيش كبارات فهمت. في الخايب نولي كبارات ما تنقص في الكلام لا شوف اغزر اللي يحب يلم. شوف انا راني معناها بالنسبه لي انا ما نحبش نحكي في الموضوع خاطر عليه نقول كبر دماغك يقول المصري يفك علينا. خاطر احنا مانيش محتاجين العركه نتاع ارتيستوات وعركه كذا. حليت نقابه ربي يعينك شنو تخدم بها عندك حاجات بها ما قد امورك. اذا كانك قادر صلح على روحك. مقداد السيلي اللي كان معاهم في النقابه كان يؤمن بينا واحنا حطيناه غاديكا لانه في الانتخابات ما طلعش مقداد الاول طلعت انا الاول وانا سلمت لانه انا ما حشيش بالامور نتاع المسؤوليه والنقابه ما عنديش بها حتى شيء لانه لا نحب حفلات ولا نحب دعم ولا نحب حتى شيء. واللي عنده حاجه لقاها عندي انا يتفضل يقول لي عليها. نعرف سيف الطرابلسي ونعرف قد سيف 300 مره عباد في تونس ومسؤولين واللوطه والفوق والدنيا كلها. انا اسمي غازي العيادي نعرف الناس كل. اكيد. اسكو انت كفنان تو حلينا من مذيع عادي لا ما عندوش ما تو باش نسالك كفنان انت كفنان غازي العيادي
تستحق. قداش نورمالمون تو في 25 سنه قداش تكون عندهم الحفله مينيموم في كرتاج على الاقل 10 حفلات، وفي الباقي الكل مش فما 100 على الاقل 25 سنه. هاي تصدقش حاجه، جا اقل واحد عنده حفلات في الكره الارضيه وقرب ياخذ الحفلات. هاي تصدقش تو كان يمشي للوزاره يضحكوا، تعرف علاه؟ خاطر في الوزاره بيدها. انا مره دخلت للوزاره قسما بالله سكرتيرة الوزير قالت لي الحمد لله كي شفتك، قالت لي في بالك قريب ناخذ الروتريت وعمري لا ريتك. سي فري، انا عايش في مصر، عايش في فرنسا، عايش في المانيا، انا عندي انا كنت مقيم في المانيا، انا عندي ماني اوراق في المانيا وكنت عايش في المانيا. معناها انا مانيش معاهم. انا نقول لك انا وين غنيت؟ صفاقس عمري لا غنيت فيه، المهدية عمري لا غنيت فيه، مستير عمري لا غنيت فيه، سوسة عمري لا غنيت فيه. شنو اللي تحب نقول لك؟ نسمي لك حتى تاعي. هاي نقول لك وين غنيت انا؟ مرة في قبصة، مرة في قابس، مرة في بنزرت، ومرة أخرى فين؟ بوقرنين. قسما بالله وانتوي بورتو ما عنديش 10 حفلات. أنا من الناس اللي ما كانوش راضيين عليا راهو قبل. عندي علاقات وعندي اصحاب، ما عندي غلطات غلطتهم وانا صغير. مثلا انا والله لا ادعي في هذايا، انا مره في الوزاره كلموني على حاجه وانا راهو صغير مازلت في طلوعي، قالوا لي غازي راك باش تجي، انا وقتها في البرة، قالوا لي باش تجي راهو عندنا حفله تابعه كذا وكذا. ما يهمناش باش نقول شباب تونس يا خويا، ما نقولش لا حتى شيء، باش ما يقولكش ولا احنا اصحابنا وحبابنا الناس الكل والتوا كل شيء عندي. قلت له ما نجمش نجي. قال لي كيفاه؟ قال لي هذه الدولة التونسية تكلم فيك. قلت خويا أنا الدولة التونسية أخي تخدموا فيا، أنا ما في عيته، أنا راني نخدم على روحي نهار كامل فليشتي في يدي وما عندي بكم حد شيء. معناها شو تقول لي ما قلت لي تنجم تجي؟ قلت لك ما نجمش، حاب نجي ابعث لي تذكرة طيارة لأنه أنا عايش لبرا. معقول جدا. قال لي ما نبعثكش وتجي. كي قال لي ما نبعثكش وتجيش ولدت بوريب معناها. قلت له ما أنا مانيش جاي. داكوردو. ومن وقتها غازي العيادي ممنوع من قسما بالله العظيم أنا في بالي موضوع وتسكر وما فما حد شيء. أقسم بالله العظيم انه انا ما رجعت وخذيت الحفلات كان 2009. الحمد لله. ان شاء الله انت وقت تبدا انت قل لي انت عندك نقابه يساعدك تتحرك انت وغاز العيادي؟ اكيد لا اخي، انت لازمك تلم الناس. المفروض انه تلم. انا متاكد اللي سيد ماهر الهمامي باش يلم الموضوع وان شاء الله. لا هو انا قلت لك انا هو نقابه واحده. هو اعتذر لي وقال لي انا ما نحبش لانه هو اعتذر وقال لي راني غلطت الله غالب وانت خويا الكبير وانت كذا. شوف ما يسالش. احنا ان شاء الله باش نعلنوا قريبا ان شاء الله اذا كان معناها ربي راد، خاطر ان براتيكمون الخبر سمعتوا به وانت بيدك باش تكون وشكون اكيد موجود ان شاء الله. انا مانيش بورت بارول نتاع، اما راهو الكبارات تلموا مع بعضهم وفاقوا الحمد لله. فاقوا. تعرف معناها فاقوا لانه الماء يجري تحت ساقيهم. ومش لازم نزيد نحكي لك اكثر.